بتاريخ 25/4/2023 إلى كافة زعماء قبائل العراق المحترمين، إلى الحكومتين المركزية والمحلية في قطر. الموضوع بيان قبيلة عتاب. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته. قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إنما حدث يوم 19/4/الأربعاء كانت جريمة النكراء وقتل نفس بريئة، هي مقتل الشيخ جميل البرهان على يد نفر ضال مستهتر معتد آثم بفعل جبان غادر. وتعد هذه الجريمة سابقة خطيرة لأن شيخ القبيلة مصان مبطل أعراف والسناين المتفق عليها، وهذه الجريمة مخالفة للشرع والقانون والعرف. وكان معلوم أن لكل فعل ردة فعل، وكان ذلك يوم أصعب اللحظات والساعات والأيام، ولولا ورع وحلم وعقلانية الشيخ حاتم رياض سجيل البرهان شيخ مشايخ قبيلة عتاب العام وعمه الشيخ عبي البرهان لحدث الذي لا يحمد عقباه، ولكان الرد قاسي لا يبقي ولا يذر. اسمع. ومن اللحظات الأولى ولحد ساعة إعداد هذا البيان كنا دعاة سلام وسلم وأمن وأمان، واستجبنا لدعوات مشايخ ليقار والعمارة وواصل والبصرة وبغداد وفي مقدمتهم السابقة. أيها الأخوة وبعد أن نزل صبرنا وطفح الكيل وبلغ السيل الزبا ولم يبقى في القوس منزع، ولعدم سيطرتنا على شباب قبيلتنا التي تريد حقها، والحق يؤخذ ولا يطلب، وبعد الاتكال على الله اجتمع كافة مشايخ عتاب في العراق في مضيفهم بالصيافة وقرروا الآتي: أولا قررنا ترك العمل بالهدنة والعطوة كونها لا تجدي نفعا ولا تحترم عند الحاكم، وهذا قرار بات وقاطع لا رجعة فيه. اسمع. ثانيا احتراما وحبا لأهلنا في قضاء النصر نطلب إعادة المدينة إلى وضعها الطبيعي، حيث تفتح الأسواق وتزاول الأعمال ما عدا الشرط الذي اتفقت عليه قبيلة عتاب مع مشايخ يقار بخصوص آل حاتم الساكنين داخل المدينة. ثالثا انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ومن قول الشاعر العربي: إننا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذان ليس يؤذينا. لقد قرر مشايخ عتاب أن